طبيعي تحت الجلد. تحت الجلد. بناخدهم ونحطهم في سرنجات اصغر ونحقنهم بطريقه هندسيه، مش في مكان واحد، لازم يتحقن في طبقات مختلفه بكميات صغيره، علشان الخلايا دي هي خلايا حيه، لازم نحطها بعيد عن بعضها عشان تعيش، عشان تتغذى وتعيش. لو حطيناهم كلهم على بعض هيموتوا بعض. فلازم في طريقه معينه فنيه هندسيه لتوزيع الدهن في الاماكن اللي احنا محتاجينها عشان تشد الوش، مش في اي مكان، وبطريقه معينه بحيث كل الخلايا اللي احنا حطيناها تعيش ان شاء الله. يعني هو ببساطه شديده بيتم حقنه. طبعا ايد الجراح الماهر النحات بيبتدي بقى هو يظبط بايده كده بلمسات جماليه بحيث الدنيا تبقى مظبوطه عشان ما يبقاش حته اكبر. في حقن بيبقى وحش وفي حقن بيبقى حلو. دي بتعتمد على الخبره، خبره الجراح. فدايما احنا بننصح الناس، لان دلوقتي موضوع التجميل ده فيه ضحك على الناس كتير. اي حد هتروحي له لازم تخش على موقع جمعيه جراحين التجميل المصريه وتشوف الاسم الدكتور ده موجود في الجمعيه ولا لا. الموقع اسمه ESPRS اللي هو جمعيه جراحين التجميل المصريين. اي حد في الجمعيه هيبقى ممتاز وهيدي نتيجه كويسه ويبقى امين مع العيان. اي حد اسمه مش موجود في الجمعيه يبقى ده مدعي جراحات التجميل. وتبقى حذرين منه ان شاء الله. طيب دكتور، برضه هنتطرق برضه من الاسئله الشائعه عند الجمهور، حكايه الكريمات اللي الناس بتستعملها، المكياج والحاجات اللي هي معتبرها انا مواد سامه، يعني مواد كيميائيه سامه بتحط على الوجه بدون يعني بطريقه طبعا. هل دي لها تاثير على الوجه؟ لازم نبقى فاهمين ان جلد الانسان هو عضو من اعضاء الجسم، كائن حي عاوز يتنفس، عاوز يعيش بعيد عن المواد الكيماويه. فلازم نحترم زي ما بنحترم الكليه والكبد والقلب، نحترم الجلد. كل ما بنحط عليه مواد كيماويه فتره اطول كل ما بنضره وبنتعبه وبنعجز بدري. فلازم لو اضطرينا نحط مواد كيماويه اللي هي مسحيق التجميل فلازم نشيلها باسرع فتره، يعني ما نسيبهاش. في ناس بنفاجئ ان هي بتنام بالمكياج وديت وضع يعني غريب. فلازم اللي هيستخدم المكياج ده يشيله باسرع وقت ممكن، في اسرع وقت ممكن، ويحط مرطبات للجلد ويقلل التعرض للجلد المواد الكيماويه على قد ما يقدر. طيب قبل ما نبعد يا دكتور امجد على برضو حكايه الحقن بالوجه دي، لان دي بتمثل الاسئله الشائعه للمشاهدين والمصريين عامه، ان كل واحد عايز ايه، بيستسهل الموضوع ده. حقن الوجه بفيتامين سي، بنسمع احنا ان في حقن بدل الفيلرز بنقول بنحقنها بفيتامين سي. فيتامين سي ده هو الفيتامين اللي بيستخدم لتقشير الجلد. احنا عارفين طبعا نتيجه العوامل البيئيه سطح الجلد بيتضرر، الخلايا بتموت. فلما بنشيل طبقه من الجلد الميته يطلع طبقه احسن منها. ففيتامين سي دايما بيتحط على سطح الجلد علشان يقشر طبقه من الجلد ويطلع جلد احسن منه. لكن الجلد الجديد لازم نحافظ عليه علشان يتنيه ناضر، والا هيبقى برضه بعد شويه هيتضرر ويبقى زي اللي احنا شلناه. فلازم نحافظ على الجلد الجديد. يعني بيتحط على اي كريم مش حقن او سوائل أو حتى زمان يقول لك كل حاجات فيها فيتامين سي زي الجزر ديت فعلا بتقشر طبقه بتقشر طبقه سطحيه من الجلد وبتخلي الطبقه اللي بعدها احسن. فاحنا لازم بعد ما نقشر نحافظ على الجلد الجديد من عوامل الموجوده في البيئه المضره. تمام دكتور، طلقنا في الحديث معاك على شد الوجه والرقبه، وقلت حضرتك ان احنا بنشد الوجه عشان الفتاه او السيده او هو في سن متقدم يعني بيرجع تاني شباب واقل من 20 سنه. ازاي بتتم طريقه شد الرقبه وشد الجفون والحاجات دي؟ هنكشف بقى سر لا مفيش مشكله، سر المهنه بقى ولا المره الجايه اجيب في فيديو عمليات. الرقبه دي فيها جلد تحتها عضلات. العضله اللي اسمها بلاتيزما تحت في الرقبه دي بتترهل مع الوقت. عشان نشد الرقبه لازم نكشف العضلات. فاحنا بندي تخدير موضعي عشان ما نعرضش الشخص اللي هو دايما بيبقى كبير في السن للتخدير الكلي. بنديله بنج موضعي ونرفع الجلد ونكشف العضلات وبنشد العضلات الوجه وعضلات الرقبه بطريقه جراحيه. الشد العضلات هو اللي بيخلي العمليه تستمر سنين طويله وما ترجعش ترهل بسرعه يعني. تمام يا دكتور. برضو عشان برضو الحلقه بتضيق علينا انا وحضرتك، فبناخد اكتر قدر من الاستفسارات اللي هي موجوده في ذهن الساده المشاهدين. الشد بالخيوط،
هل ده اجراء جراحي تجميلي للوجه بدل الجراحه بالمشرط؟ هو الشد بالخيوط جه عن طريق الروس والفرنسويين، جه من حوالي 10 سنين. استخدمناه لفترة، لكن لقينا النتائج مش مرضية لمعظم العيانين، لأن الخيوط ما بتبقاش فيها السيمترية على الناحيتين زي بعض، وساعات خيط يدوب قبل خيط فيبقى الوش ما يبقاش الناحيتين زي بعض. فاحنا اللي بيعمل الخيوط بيبقى لازم حد محترف، وما بننصحش بيها لكل العيانين. طيب برضو عشان برضو بناخد شورت نوتس كده من الدكتور امجد، الليزر ايه اخر اخباره في تجميل الوجه؟ في حاجة حديثة اسمها الفراكشنال ليزر، ده جهاز حديث ونزل من حوالي 3 سنين. الفراكشنال ليزر ميزته ان هو بيعالج نقط ويسيب نقط جنبها تساعد سرعة الالتئام. الفراكشنال ليزر موجود في مراكز كتير دلوقتي، بيستخدم لتحسين سطح الجلد، لو في بقع، لو في حفر، لو في حاجات عالية وواطية، اثار الجروح بيحسنها. فده من الاجهزة الحديثة اللي هي نزلت مصر. لكن في انواع تانية من اجهزة الليزر بتعالج برضو سطح الجلد، وفي اجهزة ليزر بتساعد على زيادة الكولاجين في الجلد، وبيحسن فعلا الجلد من الداخل. ماشي دكتور امجد، حلقه ممتعه وحلقه جميله، وكنا نتمنى ان تكون اكتر من كده، بس هو في وقت، يعني وقتنا يعني خلاص خلص. في نهايه الحلقه احب اشكر الدكتور امجد عبد الرحمن هندي، استاذ جراحه التجميل كليه طب طنطا، على هذا اللقاء الشيق البسيط الذي وصل الصوره للساده المشاهدين ببساطه شديده. واشكركم اعزائي المشاهدين على هذه الحلقه، وكان معكم الدكتور علاء رفاعي استشاري الجراحه. شكرا لكم.